موقف زي دوت هو بقى ماشي على ده بيبقى محتاج تدريب فردي. بص حتى كمان عصام خلاص كان واخد القرار يعني ورايح في زاويته، ورايح في زاويه اي مهاجم يا ابراهيم يعني لازم بيكون بيتفرج على رونالدو البرازيلي. رونالدو البرازيلي تلاقيه سحبها ببطن رجله اليمين وحطها برجله الشمال على طول. يعني انا كانت وجهه نظري ان هو يسحبها ببطن رجله اليمين او يسحبها بنعل الجزمه من برجله اليمين ويحطها تشيب من فوق عصام الحضري، خاصه ان زي ما كابتن احمد سليمان بيقول كان عصام بدا ينزل خلاص ويقفل الزاويه الضيقه اللي هي اليمين. بص ما اعرفش بقى، تقريبا كان عايز يضمنها اكتر، بس هنا برضو عصام عشمه ان هو كان هيروح شمال. طيب قعدنا نقول لديفيد افوي او تحديدا يعني تامر الحقيقه قال ملحوظه كده قبل نهايه الشوط الاولاني، ديفيد افوي هياخد بطاقه ثانيه، وقد كان مع نهايه المباراه. مغسل له ده من جنه حضرتك. لا والله، بس عايز اقول لك على حاجه، هو مش عاوزين نفطس في الراجل برضه، هو يعتبر هو عملها في الدقيقه 90، فبرضه هو يحسب له ان هو مسك اعصابه ونفذ تعليمات المدرب كويس على خلال ال 44 دقيقه بتوع الشوط الثاني. هو بس غلط فيها خلاص مع العامل البدني لما بينزل تركيزك بيضعف.